سالم من سالم لابوكونيه، حمدي فتحي يعلقها لعفروتو في منتهى الخطوره، عفروتو خطيره، جول جول جول، عفروتو يطلع من فانوس دمنهور، يعني الراجل جاب في النادي الاهلي بص ما جريش، عفروتو عفروتو عفروتو. دمنهور يفاجئنا بجون بعد اقل من ربع ساعه من بدايه الشوط الثاني، وحاله فوضى دفاعيه لعيبه نادي الاهلي يستغلها مصطفى محمود عشان يسجل في مرمى اكرامي. 1-0 بالتمريره الحلوه اللي عملها لعيبه الوسط، وصلوا بيها مصطفى محمود عفروتو، واكرامي اللي راح قفل الزاويه الضيقه وحطها له في البعيده، هنشوفها مره ثانيه في الاعاده. عموما 1-0 لدمنهور. وقلنا اللي كان متابع 45 دقيقه دكتور احمد عاشور مستني ينهي شوط اول بتعادل بدون اهداف، ويبدا بلعيبه من اللي بره اللي عندها القدرات زي عفروتو او حماده الغنام، وفعلا الراجل نفذ السيناريو والكلام اللي احنا كنا بنقوله او نتوقعه مع اللي بيتابعه، ويسجل عفروتو. ادي عفروتو يعني مشهد برضه مؤثر. يعني الكابتن علاء ميهوب نفتكره كلنا نجم النادي الاهلي في الثمانينات وبدايه التسعينيات، كان انتقل للنادي الاولمبي وسجل في النادي الاهلي في مواجهتهم، والراجل بكى كده وزعل. وادي برضه عفروتو لو الكادر جه عليه، وده انتماء وحب للفانيلا. الاحتراف موجود وبيحترم الفرقه اللي بيلعب لها الراجل، واجتهد وسجل جون، انما حب النادي الاهلي موجود. عفروتو بيسجل وياخد معاه تعاطف جماهير النادي الاهلي بعد هدف دمنهور، وتقدم الاهلي تاني وعدل دمنهور. وادي الكره البينيه عملها له الراجل ايه، حمدي فتحي بلسم، تمريره حلوه حلوه، اول مره تتعدي الوقت بقى عشان نتكلم عليها. ومصطفى عفروتو بخبرته بقى، الوقت اللي لعبه في الدوري 3-4 مواسم سواء مع الاهلي، راح فتره المقصه